السلام عليكم، شلون الشباب؟ وياكم فيكسد مقطع جديد اليوم يا ولد. وانا اقلب بالتيك توك شفت قناة 1100 اللي هي اعتقد تابعة لشركة قناة ام بي سي. عرض برنامج اسمه شارك تانك. هذا البرنامج هو برنامج معروض بالعراق، لكن فكرته فكرة برنامج امريكي شايفه قبل اني. البرنامج فكرته موجودين مجموعة من رواد الاعمال اللي يجوهم ناس عندهم مشاريع، فذول رواد الاعمال يقيمون هذا المشروع ويشوفون حسب كلامه اذا قنعهم، وهم حسب تفكيرهم يمولون. واللي يقعدون دائما دول الشاركس يكونون رواد اعمال عندهم مليارات، يعني انه عندهم الايرادات، يعني شايف شلون عندهم الفلوس اللي يستثمرون فيها. فيجي الناس عندهم مشاريع، يجون يعرضون عليهم الفكرة ويعرضون عليهم كيف بدأوها وليش الناس تحتاج هذا الشيء وإيرادات ومن هالحبشكلات. فالمستثمرين أو اللي عفوا اللي ذول رواد الأعمال يستثمرون على ذولي. فشفت هذه الفكرة مطبقينها برنامج بالعراق، واعتقد نزلت منها حلقة او حلقتين مو متأكد. فشفت انه انا ما تابعت على التلفزيون، بس يعني خلال الان ما قلبت شفت انه مقصقصين الحلقات وموجودة بعض الاشياء اللي انا لاحظتهن، فراح اجيب بذن الحلقات اللي لاحظتهن وراح اشوفهن وهل هذا الشيء راهم لنا بالعراق او لا. فقبل البداية لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، وخلوكم ويا المقطع. اليوم ماكو تمرين، اليوم راح اشارك بذا شارك تانك وراح اشوف هل راح ينطوني عرض على ام كيو براند مالتي لا. طب ساهي مرحبا اشارك وياكم الكابتن محمد قاسم. اطلب على براند مالتي اللي هو خاص ببراند تجهيزات رياضيه براند ام كيو 100 مليون مقابل 20%. البراند بدا القصه كالتالي، انه انا كان وزني 140، بعد التزام واستمرار قدرت اوصل لهاي النتيجه بهالفتره يومي. قبل لا يكمل كلامه انا لاحظت اكو شيء غريب، يعني معقولة 140 وزنك 140 وصل الحالة؟ والله العظيم انت والله رهيب، والله عجبني هذا الشخص. بعدين اكو شيء يعني استغربت منه. اتذكر كان بالبرنامج الامريكي ما كانوا يكتبون بالدفتر، يعني كان هيك يقيم لك شفوي، دول يكتبون شيء بالدفتر، فهاي نقطة جديدة تنحسب لهم. فخلونا نكمل حتى نختصر الموضوع. الفيديو طوله اعتقد دقيقتين او 3 دقائق. بالنهاية اعتقد واحد منهم طلع عرض، بس اللي جذبني ترى يعني هو يقول عنده ملايين وما ادري ايش قد، بس انا اول مرة اشوفه. بس ترى فكرته كانت اسطورية صراحة، وانا انعجبت بهالفكرة. بس حسيت هذا اللابس قاطب اغلب الحلقات او باغلب يعني اي واحد او اي ابو مشروع يجي راسا يقوم يروح يشوف الموضوع عكس البقيه. فهي ترى شيء حلو بالنسبه له انه يقوم يروح يشوفه بيده، يشوف بيده مثلا هذا ملابس على قد هذا راح لزمهن شافهن، فهذا الشيء حبيته. لكن اكو واحد شفته صراحه حسيت هسه راح نحكي عنه، يعني هو احسه يعني شو تقول عنده هواية حلوة داخله مسويها وفكرته حلوة اللي جابيها، بس يعني ما اعتقد تحتاج تمويل، يعني يفتح لك بيج وفضل راحت. فاعتقد هو ما فاهم فكرة البرنامج فجاي عليه. فخليكم ويا المقطع. من خلال صور اللي هو اشخاص تكون حسب الطلب ايضا هماتين بيها، فاللي يحب انه يستثمر انا اكون ممتن جدا بيها. اطلب مبلغ 40 مليون دينار مقابل 20%. عاشت ايدك اولا، بس حبيت توضح لنا اكثر ليش 40 مليون يعني على 20%. اولا لازم احتاج ان تكون دار طباعه. كان لعد المفروض تسوق المشروع كدار طباعه. لا مو كدار طباعه، الفكره الاساسيه هو نحت على الكتب. يعني الناس من تجي تشتري منك الكتب تشتري على مود الكتاب ولا تشتري على مود انه هذا اللي انت مسويه؟ لا مو على الكتاب، اغلبها كقراءه قصدك؟ لا مو القراءه، اغلبها كتحفه فنيه. تحفه فنيه. زين، ايش قد بايع خلال سنه ال 25؟ 25 صراحه انا ما حاسب، لكن انا خلال هذا الشهر اكثر من 50 كتاب خلال هذا الشهر. ايش قد معدل سعر الكتاب تبيعه؟ انا حسب الطلب، يعني الصوره تختلف عن الاسم. اوكي، ايش قد سعر الكتاب؟ الرنج يعني ما بين انه 25,000 الى 60,000. اوكي خلينا نقول 40,000. اوكي 40,000 في 50. 40 في 50 يعني مليونين. زين، انت تبيع بمليونين. نعم. في 12 هاي 24 مليون. نعم. بالسنه. وانت البزنس مالتك مقيمه ب 200 مليون. لا 200 مليون؟ اي والله العظيم 200 مليون حرفيا هو ما بفتهم، قلت لكم ما بفتهم فكرة المشروع. مجرد انه سمع برنامج يلا نشارك، يعني هو ما حسب انه طلب 40 ما 45 مليون، فحسب هاي على نسبة 25، فما قسمه ادري على 20، فما قسمه لو تسوي 100% من الشركة مالته بصير 200 مليون.
فهو ما افتهمها، فراسا قال له 200 مليون. والله رهيب. خلينا نكمل. لا مو 200 مليون. 40 مليون على 20%. على 20%، يعني قيمة المشروع 40 في مالتك 5. 200 مليون. المستثمر البينا راح يريد يستثمر وياك، شلون يرجع فلوسه؟ انت هذا تشتغله بايدك، اي نعم. هاي حرفه. نعم صح. اذا هسه انطيك 10 ملايين 20 مليون ما راح تسوي شيء. ما راح تسوي شيء زايد، لان انت وقتك هو الثمن. ما راح تسوي في اليوم 500 الف كتاب. لا اكيد طبعا. هاي حرفه زينه، بس هاي مو مال تجيب مستثمرين وياك وياخذون منك 15%، ما له علاقه. اي فعلا كلام منطقي جدا، يعني انه ما له علاقة، هو شيء يعني شيء حرفي، يعني انه يسويه ما راح يدبل مثل يسوي شركة اصنع من هالشيء. مو كل الناس تعرف تسوي مثلك، يعني بين ما بدل ما تحتاج مستثمر تجيب لك شخص مثل حرفتك وتقاسموا انت وياه. فصراحة منطقي هذا الشيء. فنشوف المقطع اللي ورا، واعتقد اخر مقطع يا رجل، ما ادري. هل حضراتكم راضون مع جواريب اللي دا تلبسوها يوميا؟ خلال السنوات الماضية قدرنا نبيع 5000 جواريب بدون أي فيدباك سيء. يا رجل تقديمك سيء جدا، يعني ما اقصد استرقاص بس. يعني انتوا راضين عن الجوارب اللي تلبسوها؟ احنا الان يعني حرفيا ما ربط. يعني انت مثلا سالتهم سؤال، كمل بالسؤال مالتك، مثلا مرتاح، ما جاوبوك، قول لهم فعلا مثلا ما مرتاحين، او مثلا مرتاح لان الجوارب هيك وهيك، لان هذا سبب سؤالك. بس انت جبتها بطريقه مريبه حرفيا، يعني انه انتم مرتاحين بجواربكم، ما حد جاوبك. احنا الان ما ربط حرفيا. يعني حتى بباع وجهه واستغربوا ايش بيه هذا. يعني هو حلو انه ذكر مبيعاته، بس مبيعاته وقتها غلط، يعني ما لازم يذكر انه ليش السؤال سأله، شايف شلون؟ فنقطه مو عليه. فنكمل. وربحنا الصافي كان 90 إلى 100 مليون دينار عراقي. جيت للبرنامج حتى أطلب 525 مليون دينار عراقي مقابل 10% إكويتي من الشركة مالتنا. اوكي، بس هذا ما موجود بيوروب هيك؟ الكستمايزيشن لا. 2025 احنا بعنا 1150 جواري. قد سعر الزوج الواحد؟ هو تقريبا لانه اسعارنا بالدولار تقريبا 115 ألف دولار. شنو 115؟ لا مو 115. 115 ألف دينار؟ لا اعتذر والله عندي الارقام موجوده، اعتذر بس. يا رجل ايش بيك؟ يعني نسى اسعاره، ما ادري اذا هو تلخبط او انه شيء موضوع. بس انا قرأت تعليق يقول له بباله، يقول له تعالى على الخاص، يعني سخيفا ذبه بس عجبتني. المهم ايش بيك تلخبط؟ قال له ايش قد سعر الزوج؟ يعني حلو انك ذكرت انه بعت هالقد، بس ايش قد سعر الزوج؟ خوذها بصفنا، ها هذا مو ضمن النص. خلونا نكمل. لحظه سؤال. أكيد. انت كاونر ما تعرف ايش قد سعر الجاروبه الوحده تنباع؟ ايش قد؟ خلينا نقول 100 مليون ارباح بخمس سنين. نعم. 20 مليون بالسنه. نعم. يعني انت تربح لك بالشهر 1.5 مليون تقريبا، وطالب 525 مليون دينار على مود واحد ياخذ منك 10%. نعم. يا رجل 500 وما قد 550 ما قد مليون على مود 25%، يعني قد طلع سعر شركته هذا كم مليار؟ خلاص. يا رجل يعني هو يقول لك سعر الجاروبة عنده يمكن يسويها ب6 ويبيعها ب $36 او $21، بعدين ذكر يعني. فما ادري، انه ما اعتقد تسوى بهذا الرينج هذا العالي. 550 مليون تصنع لك شركة او تصنع لك مصنع كامل مال جواريب يا رجل. يا اخي مبالغ، ما ادري اذا هو شلون بباله يفكر، بس كان مبالغ جدا. بس يعني حتى كي نرجع لموضوع البرنامج، في البرنامج كان جيد، اعتقد انا حسب ما شفت لحد الان جيد، واكل بعض المشاركين كانوا يعني ما محضر لا سكريبت، لا محضر موضوع او مشروع زين يقدمه، فكان يقدم مني مع حبا بالوطن، ما ادري شو مقدم. فيعني هو البرنامج جيد لحد الان، واتمنى يستمر كهيك شيء حلو، لان المشاريع بالعراق تحتاج هيك الدعم. بس يعني ذول الموجودين اعتقد اغلبهم كراد، واعتقد واحد عراقي ما ادري، بس ما اعتقد راح ينجح البرنامج. تقييم البرنامج يطلع 8 من 10، وما اعتقد ينافس او ابد ما ينافس الامريكي من حيث المشاركين ولا الشارك، اثنين هم. المهم
البرنامج انا حبيت صراحه، حبيت طريقه انه يعني يضحكني هواي، اضحك على المشاركين، يعني مو اضحك عليهم انه مو انا احسن منهم، بالعكس اكو منهم احسن مني واغلبهم احسن مني، بس يعني اضحك على اللي مثلا يجيك شلون هذا يقول له ايش قد سعر ايش قد سعر الجاروبه، يقول له ها 120 دينار دولار، يعني جاب شلون هاي الاشياء، المواقف تضحك. فبس هذا كان مقطعنا اليوم، وكانوا وياكم فيكسد، ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه، والله حيهم.